الصفحة الرياضية بداية موفقة لفريق الرجاء البيضاوي ممثل كرة القدم المغربية في كأس العالم للأندية بعد تغلبه في مباراة الدور الأول على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي. الرجاء البيضاوي يتأهل إلى الدور الثاني وسيواجه فريق مونتري المكسيكي يوم السبت القادم. تفاصيل اللقاء وردود فعل اللاعبين والمدربين في روبورتاج بعثة القناة إلى كأس العالم للأندية، والتحرير لسعيد بالفقر. في ليلة 11 من الشهر 12 من العام 2013 استثناء كان حفل الافتتاح على المدرجات، وعلى المستطيل الأخضر الرجاء يعيد الوصل مع سيرته العالمية بعد 13 عاما من الغياب أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي. محسن ياجور يهدي الجماهير فرحة جديدة وعناقا تأجل أكثر من مرة. وإن كان أوكلاند قادما من بلد يعشق الريغبي في مقام أول، إلا أنه بطل أوقيانوسيا وهو أحد أكثر الأندية العالمية حضورا بالمونديال. واجب الضيافة حتى على دفاع الرجاء أن يقدم الهدية، وهدية كهذه لا ترد. روي كريشنا وقع الهدف، قال شكرا ومضى ليعانق الرفاق. لكن من لديه بين أفراد الأوركسترا مايسترو كمحسن متولي فعليه أن ينتظر العزف المنفرد من أقصى يمين الملعب إلى اليسار، ثم تمريرة إلى كاروشي هذا الأخير يرسل برقية الهدف. أولحاج يخطئ العنوان وحافظي يتكفل بالتبليغ. الحمد لله نجحنا وقدمنا مقابله نستاهلوا الفوز نتاعنا. الفوز نتاعنا كان عن جداره، كنا نجموا نسجلوا اكثر اهداف، مع كل اسف ما قتلناش المقابله بالهدف الثاني، لكن تري بون رياكسيون. في الواقع أنا سعيد لأننا لم ننهزم إلا في اللحظات الأخيرة وأمام فريق كالرجاء. أنا فخور بذلك. هي خطوة صغيرة في مسار المونديال، لكنها مهمة بالنسبة للرجاء الذي خاصمته النتائج دون أن تخاصمه الجماهير. كنشكر جمهور الرجاء هو اللي حجب كثر هذه المقابله هذه، وكنشكر اللاعبين قاموا بمجهود طيب، ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله باش نفوزوا بالمقابله الثانيه ان شاء الله. الشعور ما غيتوصفش. اهم شيء هنا كان عندنا باش نفرحوا الجمهور المغربي بصفه عامه. الحمد لله تنشكر اللاعبين يعني على هذا المجهود الجبار اللي قدموه في هذه المباراه، ونتمنى ان شاء الله المزيد من العطاء ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله. صفحة أوكلاند تم طيها. مونتيري المكسيكي مرحلة أخرى اسمها الربع، ومدرسة مختلفة تماما، لكنها دائما كرة القدم، قطعة جلد يملأها الهواء فتملأنا بالأمل. وجماهير مغربية غفيرة حجت إلى ملعب درار بأكادير في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية التي تحتضنها بلادنا. وطبعا الفرحة كانت كبيرة بأول انتصار لفريق الرجاء البيضاوي في هذه المنافسة. ردود فعل الجماهير في روبورتاج مبعوثي القناة إلى كأس العالم للأندية، المهدي صواب وهشام بهلوان. احتفالات صاخبة عاشتها أكادير عقب الفوز التاريخي الذي حققه الرجاء على ممثل أوقيانوسيا. فوز هو الأول في تاريخ كرة القدم الوطنية ضمن مونديال الأندية. الجمهور السوسي شارك الرجاويين هذه الأفراح التي امتدت لغاية فجر اليوم. أنا من الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، وجيت على قبل الماتش ديال الرجاء، جيت نتفرج في الماتش ديال الرجاء كونتر الفريق الخصم ديالو. وشنو الشعور ديالي فرحان بالانتصار ديال الرجاء. كما شتي الماتش كان خطا علاش ماركي علينا التعادل، والشعور اي رياضي كيبغي يفوز وديما رجاء. يطلع لي الدم، ولكن في الاخر اخر مفاجاه يعني ماركاو، يعني عاش الملك. غادي يكون البطوله ان شاء الله تكون مزيان من هنا لقدام. المغرب كله ربح، كلشي جا، لا رجاء لا وداد لا كلشي، ديما قدره، ديما رجاء، ديما رجاء. جماهير أوكلاند التي حضرت بأعداد قليلة تقبلت الهزيمة أمام الخضر بكل روح رياضية. أنا من إسبانيا منذ 4 سنوات وأنا أشجع أوكلاند أينما حل وارتحل. استمتعنا بلقاء جيد جدا، لم يحالفنا الحظ، لكن الخصم كان الأفضل، ونحن سعداء باكتشاف هذه المدينة الرائعة.
التأهل إلى ربع النهائي رسم خارطة الطريق أمام رفاق متولي للمضي في درب التألق ولملاء الإطاحة بمونتيري المكسيكي للوصول إلى المربع الذهبي.